بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. يا ترى ما سألتش نفسك سؤال يعني إيه إيلافهم اللي ذكرت في سورة قريش في القرآن الكريم؟ لو عاوز تعرف الحكاية تابع الحلقة دي معايا. إيلافهم وفق بعض المفسرين إن الإيلاف جاية من الألفة اللي هي التحابب اللي بيتبعها الاستقرار والأمن، وإن سورة قريش جت في القرآن الكريم بعد سورة الفيل في إشارة واضحة إن الله سبحانه وتعالى أنقذ بيته الحرام من قصة إبرهة الحبشي والفيل اللي معاه في محاولة هدم الكعبة. وفي رأي آخر لبعض المفسرين إن الإلاف جاية من الرحلة المتألفة المعتادة لأهل مكة التجارية ما بين الشتاء في اليمن والصيف في الشام، وإنهم بيرجعوا طوال الرحلتين وطوال العام إلى بلادهم آمنين، لأنهم ببساطة من أهل مكة جوار سكان بيت الله الحرام. أما الرواية التاريخية بتقول إن قبل الإسلام وبعثة الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بعشرات السنين كان في صراعات كتيرة جدا موجودة في شبه الجزيرة العربية. كان مملكة حمير موجودة في اليمن في مواجهة الحبشة اللي عاوزة تسيطر عليها، وكمان في الشمال مملكة الحيرة التابعة للفرس في مواجهة الغساسنة اللي تابعة للروم البيزنطيين، بالإضافة للصراعات القبلية بين القبائل في شبه الجزيرة العربية. في الفترة دي اقتصاد مكة كان ضعيف والفقر بدأ يتنشر، عشان كده قرر زعيم مكة وقتها هاشم بن عبد مناف إنه يطلع في رحلة تجارية إلى الشام، وبشكل أو آخر وصل مع الإمبراطور البيزنطي إن تفتح أسواق الشام لمكة وأهل مكة، وتفضل الرحلات التجارية ما بين مكة والشام والعكس. ومش كده وبس، ده قدر هاشم بن عبد مناف بذكاء كبير يقنع القبائل العربية الموجودة على طريق التجارة ما بين مكة والشام إنهم سواء يشاركوا في التجارة أو يأمنوا طرق التجارة دي من خلال مقابل مادي يدفعوا ليهم. وفي إحدى الرحلات التجارية لهاشم في الشام اتوفى في غزة، عشان كده كان لازم إخواته الباقيين الثلاثة يكملوا المشوار. وبالفعل اتجه أخوه عبد شمس إلى الحبشة، وقدر يقنع ملك الحبشة إن هو يفتح أسواق التجارة بين الحبشة وأهل مكة، وكمان يأمن الطرق التجارية. أما أخوه المطلب، طبعا ده غير عبد المطلب جد الرسول، نجح إن هو يعقد نفس الاتفاقيات التجارية مع القبائل العربية في اليمن. ونجح أخوه الثالث نوفل إنه يوصل لاتفاقيات مع ملك الحيرة اللي هي تابعة إلى ملك الفرس، ونجح معاه برضه إنه يفتح كل أسواق فارس والعراق أمام مكة والعكس. وبكده بدأت التجارة تنتشر وتتوسع في المنطقة العربية، بقت مكة مركز ديني وتجاري مهم جدا في المنطقة العربية الحالية اللي هي شبه الجزيرة العربية. وبكده وبعد الاتفاقات اللي بدأها هاشم وكملها اخواته في المنطقة ديت، نجح نظام الإيلاف. والإيلاف زي ما قلت لكم في البداية هو التحابب، والتحابب اللي بيعقبه تأمين لكل شيء. بالإضافة زي ما قلت لكم برضو إن أصبحت دلوقتي مكة مركز تجاري مهم جدا، بالإضافة إلى مركز ديني مهم، لأن في بيت الله الحرام اللي بيحج ليه كل العرب في شبه الجزيرة العربية، فأصبحت مكة مركز مهم جدا جدا في التوقيت ده. بعد مرور سنين أصبحت مكة غنية جدا بالطعام والشراب والملابس، كل أنواع التجارة، وكمان كل طرق التجارة آمنة، كمان آمنة لوجود زي ما قلت لكم المركز الديني في مكة، وجود بيت الله الحرام اللي كان بيحرم فيه القتال، فبالتالي مكة أصبحت أهم مركز في المنطقة العربية في وقتها. وفي النهاية يا رب نكون بشكل بسيط قدرنا نوضح مع بعض معنى إيلافهم اللي ذكرت في القرآن الكريم في سورة قريش، سواء من المعنى والتفسير أو الحكاية التاريخية. إن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة الحلقة الجاية.